سمنة بدن على الصبح من الأحد للخميس الساعة 9 الصبح مع ريم العمري. الو صباح الخير. الو صباح الخير. لا مش معقول انثى تتصل غير اميمه. تفضلي. بصراحه مين معنا؟ منال. اهلا وسهلا فيكي. تفضلي. كنت بقولها منيح انكم عملتوا هذا البرنامج، يعني عن جد عن جد عن جد برافو، يعني عن جد بدنا نطلع اللي جوانا، خلص بكفي. يلا يا منال. اوكي ريم اسمعي، انا بنت عمري 20 سنه. نعم. احنا 5 وماما وبابا. نعم. كثير 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 وضعنا ما بقول لك زي وضع كل الناس. نعم. بس كثير مأساوي لدرجه انه انا تركت دراستي وتركت، ما بقدر حتى اطلع حالي بالمراية علشان ايش انا تركتي الجامعه يعني؟ كل اشي، كل المستقبل المنيح تركته علشان بدي اشتغل واساعد بابا. كل يوم بشتغل من 9 الصبح ل 9 بالليل. شو بتشتغلي؟ بشتغل خلص كل يوم بشتغل، يا ريت يعني. شو بتشتغلي يا منال؟ بشتغل خلص ما بدي احكي. بقدر يعني انا بتقدري يعني طبعا، بس يعني هو بقدر، بس انا هيك ما بدي يعني عن جد يعني. بس اهلك بيعرفوا شو بتشتغلي طبعا خلص، اكيد هذا عم اهم شيء. بيسمعوني. لا 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 طبعا اصلا انا لانه الشغل الصح مش عيب. انا لا هيك دائما بقول. لا صح 100%. نعم. الحمد لله. لا طبعا بقول لك يعني انا تركت كل إشي عشان ماما وبابا، وبطلعش حالي بالمراية ولا شايفه حالي. يعني انت خلصتي توجيهي؟ خلصت توجيهي ونجحت وكل إشي، بس ما دخلتي جامعة لانه ما بقدروا اهلي يدرسوني. انا اخوي توجيهي مصروفه شكلين، يا دوب يعني اخر الشهر بنصير نطبخ بس عدس، بس نقلي بطاطا يا دوب، هذا اذا لقيناها، بيض فلافل، يعني كل إشي كل طب يا منال انت من رام الله؟ من رام الله. منال السلطة. بس اكمل لك، وراتبه بيجي يعني احنا بناخذ الراتب بنوزعه للناس. اول شيء اجار بيت، كهرباء ومي وخضرة. ابوكي متقاعد ولا لسه بيشتغل؟ لا لسه بيشتغل. ونظام السلطة زي الزفت، يعني اذا انت بالسلطة ممنوع تشتغل اي شغلة ثانية. طب ليش هيك؟ طب هو عنده دوام يعني لساعة محددة، طب خليه يشتغل شغلة ثانية يا عمي. ما بنفع. طب شو هذا؟ خلص انا بالنسبة لي انا متأكدة كل الناس ما بدنا سلطة ولا بدنا رئيس ولا بدنا حكومة، لانه على الفاضي هم دايرين حالهم لحالهم، عم باخذوا مصاري بيبنوا بيوت فلل في عمان وبعرفش وين، في كندا ومش عارفه وين. طب طلعوا على حالنا. شكرا احنا كرهنا حياتنا، عارفه. لا ما انت زهره في عز شبابك. انا بدي احكي لك شغله هلا. انت زهره في عز شبابك واكيد يعني اللي شايفتيه بحياتك والعمالك بتحكيه وكانه انسانه يعني عمرها 40 و45 سنه. شافت الكثير، وهذا اللي ما بنرضاه من شبابنا ومن شاباتنا اللي بدنا اياهم يكملوا تعليم وبدنا وضع اقتصادي افضل واحسن منهم. لا اسمعي ريم، بدي اقول لك شغله. كل يوم انا كل يوم بدون بكاء كل يوم انا بروح من الشغل بسب حالي، بدعي حالي، بقول لماما ليش احنا مش زي الناس؟ ليش كل يوم زي الله واحد بروح بعيط بسبسب بكره حالي، بنام بصحى ثاني يوم على الشغل، بصحى تركت كل اشي بس عشان اقدر اعيش حالي واساعد اهلي. يا ريتهم حاسين. ولا ولسه المأساة أكثر على قصة هذا اللي حرق حاله. على فكرة هاي إشي أنا بقول لماما متأكدة هلا أخوي بالتوجيهي وكثير بعصب وكثير بكره حاله وبسب على حاله، بقول لها الله يستر ديري بالك عليه. بقول لها ماما ديري بالك على أحمد، ترى ما بتعرف شو رح يعمل في حاله. كل يوم هيك بقول لها. تفضلوا يا حكومة، تفضلوا يا حكومة. عن جد يعني ولا حدا حاسس، تفضلوا اسمعوا. ولا حدا. أنا بدي أشوف المسيرة اليومي بده يطلع فيها، بدي أشوف بس. تفضلوا اسمعوها لمنال. عن جد انا ما بعرف هلا ماما شو ممكن تعمل في حالها. اخوي توجيه يا عمي مش عارف شو رح يعمل في حاله، بكره حاله بسب حاله، يعني عن جد هيك اذا الله بده يلطف فينا بس بده هيك يحمي لنا اياه بس. الله يحميكي ويحمي اخوكي ويحميكم يا منال. عن جد ما بنفع. دموعك غالية علينا وما لازم حدا هيك عن جد، حدا يطلع صوته كثير من جوات قلبه، ما حدا يخاف. خلص سكتنا متنا خلص، شو هينا بلشنا نموت في حالنا عشاننا ساكتين خلص. شاركي منال، شاركي في احتجاج اليوم ايضا، واطلعي في مسيرة اليوم. بس انا بعرف انه بيكون عليكي شغل يمكن لانه ما بتقدري تتركي الشغل. هو انا يعني قلت لها ان شاء الله خليني احكي، قالت لي معلم بس دقيقتين اطلعي انه بقدر اخليكي. بعطيك الوقت كله منال. حبيبتي يسلموا. شكرا لاتصالك. يسلموا الك. شكرا لك وسلاماتنا لك ولوالدك كمان.